بتعاني من شراهه للاكل عموما اللي هو البنج ايتنج ديس اوردر، يبقى الفيديو ده ليك. انا عايزه الفيديو ده يتعمل له شير كتير قوي، لان شراهه الاكل هي البنج ايتنج ديس اوردر من اكتر الايتنج ديس اوردر الموجوده عند ناس كتير قوي. في الفيديو ده هنقول مع بعض خطوات ونصايح عشان تقدري تساعدي نفسك. طبقي النصايح دي كلها، وبعد كده اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتس تحت. وقبل ما ابدا اقول لك عن نصايح ايه، لازم تعرفي ان انت لو بتعاني من حاله البنج ايتنج ديس اوردر اللي هي حاله الشراهه للاكل بصفه عامه، لازم تعرفي ان انت هتاخدي وقت شويه لحد ما تقدري ترجعي لطبيعتك مره ثانيه. يعني من الاخر بالراحه على نفسك وواحده واحده، وطبقي النصايح اللي انا هقول لك عليها في الفيديو. طب تعرفي منين اصلا ان انت عندك بنج ايتنج ديس اوردر؟ بتلاقي نفسك بتاكلي كميات كبيره جدا من الاكل مره واحده خلال وقت محدد، زي ساعتين مثلا متواصل قاعده عماله تاكلي. بس لما بتيجي تاكلي بتلاقي نفسك مش عايزه تشوفي حد، لازم تاكلي لوحدك، ما بتحبيش تاكلي قدام حد. انت بتوصلي ساعات ان انت ممكن كمان تخبي الاكل لوقت معين عشان تقعدي تاكلي فيه. ممكن تكون وانت بتاكل انت اصلا متضايق من نفسك ان انت بتاكل كده، بس انت مش عارف توقف اكل. اول ما بتخلص اكل بتبدا تحس بالذنب وبتانيب الضمير، وازاي انت عملت في نفسك كده، لدرجه ان انت ممكن تاكلي كمان اكتر من اللي انت كلتيه. ما بتبقيش قادره تتحكمي لا في نفسك ولا في شهيتك، حتى لو انت مش جعانه برضو قاعده عماله تاكلي. وانت بتعاني من شراهه الاكل او البنج ايتنج ديس اوردر، ايه الحل؟ اول حاجه لو انت عندك الحاله دي، اوعي تمشي صيام متقطع، لان هو هيزود عندك شراهه للاكل، فاوعي تعملي كده. رقم 2، ما تحاوليش تمشي على دايت دلوقتي. من الحاجات اللي بتسبب زياده شراهه الاكل ان انت تحاولي تمشي على دايت دلوقتي، خصوصا لو دايت كان فيه حرمان او دايت قاسي قوي بيحرمك من الحاجات اللي انت بتحبيها. في نوع من الناس بيكون عندهم يا ابيض يا اسود، يعني اما ياكلوا كميات كبيره جدا من الاكل، يا اما ما ياكلوش خالص ويبداوا يقطعوا الاكل خالص وياكلوا كميات بسيطه قوي عشان خاطر يخسوا اسرع. للاسف النوع ده من الدايت بيزود عندهم حاله شراهه الاكل، يعني تلاقيهم ملتزمين شويه بالنوع ده من الدايت وبعد كده تلاقيهم حصل لهم انتكاسه ورجعوا كلوا اكتر من الاول. فاوعي تعملي كده في نفسك. ابداي الاول نظمي وجباتك، نظمي مواعيد الوجبات بتاعتك، كمان ابداي خططي للوجبه نفسها، يعني الوجبه نفسها هتكون عباره عن ايه، هتاكلي ايه بالظبط، وهي دي هتكون البدايه بالنسبه لك. رقم 3، ما تخليش حاجه تاثر على نفسيتك. لو في حد بيعلق عليكي او بيعلق على شكلك او شكل جسمك، ما تخليهوش ياثر عليكي وعلى نفسيتك. اعرفي ان الحاله اللي انت فيها دي حاله مؤقته، وعلى فكره مش انت لوحدك اللي كده، في ناس كتير جدا عندهم نفس الحاله دي، تقدري ان انت تعالجيها، مفيش اي مشكله، بس انت محتاجه شويه وقت وشويه صبر. رقم 4، لو انت مش قادره تبداي لوحدك، لازم تطلبي مساعده من دكتور التغذيه يكون معاها لايف كوتشنج زي كده. 4، بلاش تسيب عندك في البيت الحاجات اللي هي بتحفز حاله شراهه الاكل. يعني انت مثلا بتحبي الحلويات الكتير قوي، بتحبي الموالح الكتير قوي، بلاش تجيبيها عندك في البيت اصلا عشان ما تحفزش حاله شراهه الاكل اللي بتحصل لك. هاتيها لما تكون بس نفسك فيها وفي ساعتها، يعني دلوقتي، ما تجيبيهاش قبل كده وتخزنيها عندك، لان طول ما هي موجوده انت حطاها في دماغك عماله تفكري فيها وعايزه تاكليها. رقم 5، من الحاجات اللي بتزود شراهه الاكل هو الضغط النفسي والعصبي والستريس الشديد. حل الموضوع ده ان انت تقدري تفرغي الطاقه السلبيه اللي جواكي دي، بس بطريقه صح، بعيده خالص عن الاكل. وهنزل فيديو قريب ازاي نتخلص من الضغط النفسي والعصبي. النقطه اللي بعد كده، بلاش تقسمي الاكل اكل بيتخن واكل ما بيتخنش، او اكل حلو واكل وحش. بلاش تعملي كده، اللي نفسك فيه كليه، مفيش اي مشكله، سواء كان حاجه حلوه حتى لو كانت بيتزا. بلاش تقولي مثلا لنفسك لا انا مش هاكل النوع ده من الاكل عشان خاطر اخس اسرع. الطريقه دي هتخليكي ترجعي لشراهه الاكل اكتر من الاول كمان، وتلاقي نفسك كلتي من الحاجه اللي نفسك فيها دي كميه كبيره جدا مره واحده. فبلاش تعملي كده، ابدأي كلي من الحاجات اللي انت نفسك فيها بس بكميات معينه. رقم 8، عودي نفسك تحسي باشارات الجوع والشبع. في الاول مش هتقدري تحسي قوي باشارات الشبع، ليه؟ لان انت لسه بتعودي جسمك، لسه بتدربي جسمك، مش قادره تتحكمي في اشارات الشبع بتاعتك، بس مع الوقت هتقدري تحسي بيها. واللي هيخليكي تحسي بيها اكتر ان انت لما تيجي تاكلي كلي بالراحه، ما تاكليش بسرعه الاكل بتاعك. كمان ما تاكليش الاكل بتاعك قدام حاجه بتشتتك، يعني ما تاكليش قدام التلفزيون ولا قدام الموبايل، لان الحاجات دي كلها مش هتخليكي اصلا حسب الكميه اللي انت بتاكليها، ولا هتخليكي تحسي باشارات الشبع اللي بتوصل من المخ للمعده. فبلاش تاكلي قدام حاجه تشتت. رقم 9، لازم تنظمي وجباتك زي ما قلنا، واوعي تسيبي نفسك للجوع، يعني ما تسيبيش نفسك لحد ما تجوعي جدا، لا، على الاقل كل ساعتين خدي وجبه صغيره، ده هيخليكي ما تحسيش بالجوع فتاكلي كميه كبيره جدا من الاكل مره واحده. رقم 10، هقولك على فكره حلوه قوي، دايما كل يوم اكتبي في نوت كده انت كلتي ايه النهارده، وكمان اكتبي ايه اللي ضايقك النهارده، يعني ايه اللي حصل خلى عندك شراهه الاكل تزيد او احساس ده يزيد. حصلت النهارده ضايقتك وخليتك حصلك كريفنج للاكل او للسكريات او اي نوع اكل انت كنتي بتاكلي منه كميه كبيره، وشوفي ايه الحاجات اللي خلتك دخلتي في حاله البنج ايتنج. ده يخليكي تعرفي ايه اللي بيحصل بالظبط، يخليكي تخشي في الحاله دي، وابداي فكري ايه الحاجات اللي تقدري تبعديها عنك، وايه الحاجات اللي تقدري تتجنبيها، وايه الحاجات اللي ممكن تحاولي تغيريها عشان تتخلصي من الاحساس اللي بيجيلك ده. طبعا ده على حسب ظروفك وعلى حسب حالتك، كل شخص
بيختلف عن التاني. الموضوع ده هيساعدك قوي خصوصا لو انت بتحسي بمشاعر سلبيه كتير طول الوقت او معظم الوقت. رقم 11، اعرف ايه السبب اللي بيخلي عندك شراهه للاكل. يعني ايه اللي بيحفز شراهه الاكل عندك؟ ستريس، سواء عادات، يعني انت متعود انك تاكل كميات كبيره من الاكل مره واحده، فممكن تكون الموضوع عاده عندك. انت عامل دايت قاسي جدا فمخلي عندك شراهه للاكل، حارمه نفسك من الاكل مثلا عشان تخسي اسرع. كل ده ممكن يكون محفزات لشراهه الاكل. طبعا لما تعرف ايه السبب وتبدا تشتغل عليه وتحله، ده هيقلل عندك جدا البنج ايتنج ديس اوردر. رقم 12، معظم الناس اللي بيكون عندهم بنج ايتنج ديس اوردر او شراهه للاكل بيكون عندهم مشكله مع نفسهم، مشكله شخصيه مع نفسهم، بيكون عندهم مشكله في تقبل نفسهم، مشكله في تقبل شكلهم، مش عاجبهم نفسهم، مش عاجبهم شكلهم، مش عاجبهم شكل جسمهم. انت بدايه العلاج بالنسبه لك ان انت تتقبلي نفسك وتتقبلي شكل جسمك، ودي هتكون البدايه ان انت تقدري تكملي وتوصلي للعلاج وتقدري توصلي للشكل اللي انت عايزاه وحباه. لازم تعرفي ان انت جميله في كل حالاتك وهي دي الحقيقه، واوعي تصدقي كلام حد. انت بتعاني من بنج ايتنج ديس اوردر اللي هي شراهه الاكل، لازم تعرفي ان الموضوع هياخد معاكي وقت شويه، ولازم يكون في صبر عشان تقدري تتعالجي من الموضوع ده وتقدري ان انت تخرجي من الحاله دي توصلي لهدفك واللي انت عايزاه. لو في اي سؤال ليكوا سيبولي في الكومنتات تحت. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه.